السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقى هعمل لكم القرع العسلي، القرعايه القمر دي. بس طبعا مش هعملها كلها، اقسمها وحطها نص في الفريزر ونص هعمله معاكم. وادي اللبن، القرع واللبن، هما دول المكونين اللي انا هعملهم بيها. وهنسمي بسم الله. وهي حبايبي بعد بصوا مقادير اتقطعت خالص. إيه، عملت مكعبات اهو. هسلقه بقى اهو معاكم ونقول بسم الله. ده يا حبايبي اهو حاطته على النار اهو، مع كوبايه سكر اهو. هسيبهم بقى يغلوا كده واوريكم انا هعمل ايه. ودول وطبعا ما عملتش انا الكميه كلها، انا عملت ادي واحد اتنين تلاته هما هحطهم في الفريزر. لما عاوزهم هطلعهم من الفريزر. وهو يا حبايبي بيغلى اهو. انا بقى هاخد الميه بتاعته كده، هي دي ميته على فكره، ما تحطوش ميه. هقول لكم انا هعمل بالميه دي ايه. هو يعتبر دخل في السلق اهو، ودي ميته اللي انا اخدتها منه. هقول لكم انا هعمل بيها ايه دلوقتي. طبعا انا خرجته من على النار. تمام. هضربه ضربه خفيفه كده بالهاند بلندر، ضربه خفيفه كده. بسم الله. مظبوطه. ضربه خفيفه كده. الميه اللي انا شلتها من القرع دول هحط عليها 3 معالق نشا اهو. طبعا رجعت النار تاني اهو، وقلبت الميه اللي انا اخده منه في قلب 3 معالق النشا. انا عايزه القرع الطبيعي اللي هو قرع العسل الطبيعي، مش عايزه فيه اي اضافات خالص عشان يبين لي ايه القرع بتاعه. على فكره القرع العسل ده مفيد جدا وجميل جدا تقل طبعا اهو تقل. ادفع عليه بقى كده خلاص. ويا حبايبي هدخله بقى الفرن وهرجع لكم. وهو يا حبايبي خرج من الفرن اهو، حاجه كده قمر قمر قمر، اللهم بارك يا رب. حاجه تحفه وطعمه. و... والحبه اللي انا اخدتهم عملوا 3 صواني. وطبعا شلت اكتر من نصها في الفريزر عشان في حاجات تانية. على فكره القرع العسلي بيتعمل بمليون طريقه. انا عملت بالطريقه دي لان انا بحب يكون عايزه كده طعم القرع العسلي من غير اي اضافات.
يعني من غير بشاميل، من غير، في مليون طريقة له، بس انا عايزاه كده يعني ايه، قرع عسلي من غير اي افتكاسات. طبعا هي اول صينية اهي، التانية، التالتة اهي. تمام. إيه رأيكم؟ ويا رب كل اللي انا بقدمه يعجبكم. طبعا انتوا عارفين ان انا بقدم كل حاجة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. وايه رأيكم؟ والف هنا وشفا على اللي اكل، والف هنا وشفا للي شاف. مع السلامة.